بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتعلم حاجة جديدة في برنامج مايكروسوفت بروجكت. تعال نروح على البرنامج. تعال وليكن مثلا تروح على بروبرتيز من هنا، تاسك بروبرتيز نوتس. لو أنت عاوز تكتب أي حاجة في النشاط وليكن مثلا، أو دبل كليك عليه مثلا هيدخلك هنا كده على نوتس. عايز تكتب أي حاجة، في حاجة تعملها له، عايز أي نوتس يعني، اكتب صباح الفل، صباح الفل، زي الفل. طبعا هنا لو ضغطت هنا هيفتح لك الحاجات اللي هي بتاعت الوورد العادية دي اللي هي في مايكروسوفت. الحاجات دي كبر دماغك، سيبك منها، ونفس الفكرة تظبط الكلام هنا كده. مثلا تعالت هنا كده صباح العسل كده، يعني صباح العسل زي الفل. ممكن بقى تظبطها كده كده، شوف اللي يعجبك واعمله، يعني انت شوف نفسك في ايه وظبطه. طيب جميل، اعمل اوكي. يبقى احنا كتبنا هنا كده في نوتس هنا اهيت، حتى بقت موجودة هنا اهيت صباح الفل. طيب ايه اللي كانت موجودة؟ الديتيلز. طيب بعدها طلع الديتيلز تحتها على طول. طيب هيجي لك هنا زي ما انت شايف كده، فتح لنا واحدة جديدة اسمها تاسك ديتيلز فورم. طيب الاسم بتاعها ممكن من هنا تغير الاسم طبعا، ولكن ممكن اسميها فاونديشن. فاونديشنز. الديوريشن بقى الحاجات دي كلها مثلا عايز تغيرها، اديها وليكن 9 أيام هكذا. الستارت ديت بتاعها لا، ده انا عاوز اخليه مثلا يبقى 23 وهكذا. اعمل اوكي مثلا. نيكست كده اللي بعديها، بريفيوس اللي قبليها، نيكست. هتبدا انك تنزل تتنقل ما بين الاكتيفيتي دي او التاسكات دي. شوف خد بالك زي الفل. ده مثلا لو جيت، طيب انا عايز اطلع منها، هتيجي هنا كده على ديتيلز تضغط عليها تروح طالع منها. طيب هتلاقي في خط احمر اتعمل هنا كده، ايه ده؟ هتيجي هنا كده تاسك مود اوتو سكيدول اتظبط، واللي تحتيه برضك هيعوز يتعمل اوتو سكيدول. واخد بالك برضك ده عايز اوتو سكيدول عشان يتظبط. جميل ماشي. يبقى احنا خدنا ايه هنا كده، وكان معنا تعالى على المايل ستون. وليكن مثلا مايل ستون، هضغط هنا كده مايل ستون، هيعمل لي هنا كده تاسك زي ما انت شايف كده. انا هنا سنه ورا كده تاسك اهو. طبعا انت ممكن تحركه عادي، تضغط عليه كده وتحركه انديكيشن كده ايه بأي حاجة زي نظام انديكيشن كده. طبعا انت ممكن عادي تديله 10 أيام هتلاقيه اتحول لك على طول لتاسك اهوت. ممكن مثلا تديه 0 قشطة، تحول لك لبتاع الجميلة ديت، تقدر تحركها كده ايه. سيبك من ده، هي ديت كده قشطة. ممكن مثلا هنا كده على النشاط ده، يبقى مثلا هعتبر ان مايل ستون خاصة بالنشاط اللي فوقيه. النشاط دي مثلا انتهى، تكتب اي حاجة. ممكن تكتب هنا اي حاجة مثلا، ممكن برضك تكتب صباح الفل، صباح الفل قشطة شغال. تعال نظبطها، واخد بالك زي الفل. تقدر تكبرها من هنا، دبل كليك هنا عشان تبين صباح الفل، وهكذا زي ما انت شايف صباح الفل اتظبطت. طيب طبعا انا كتبت في الديوريشن قشطة شغال، يعني ايه حد عادية هنا. طيب كنت عايز اقول ايه تاني؟ ماشي قشطة. ممكن برضو اللهم صل على سيدنا محمد، في حاجة هنا وليكن مثلا نسبة الاكتمال هنا completed، اضغط عليها. ده كده اكتملت بنسبة 25%. دبل كليك هنا كده، ماشي. دبل كليك هنا، هتيجي هنا على جنرال، هتلاقي هنا اكتملت بنسبة 25%. اعمل كانسل. ممكن اعملها 100% من هنا كده، 100% اكتملت. هتلاقي هنا كده ايه علامة صح عليها. طيب دبل كليك عليها كده، يبقى دي كده خلاص خلصنا منها، دي اكتملت وانتهت زي الفل. نسبة الاكتمال بتاعها 100%. البريسيت كومبليت اكتملت بنسبة 100%. اوكي. طبعا التاريخ بتاعنا بيقول لا هي ما انتهتش، يعني هي التاريخ بتاعنا بيقول لا ده هي لسه، احنا اساسا في شهر 9 وهي في شهر اكتوبر، ولكن انا ايه بديك انديكيشن هي حد خاص 100%. طيب هدي دلوقتي بقت كام؟ 50%، 25%.
دي طبعا لما انت ان شاء الله كده لما بتعمل الحاجة ديت وبتكتمل معاك بتبدأ ان انت تغيرها من هنا كده نسبة الاكتمال بتاعها. طبعا ممكن دبل كليك عليها تروح تعملها من هنا صفر مثلا او من هنا. دي طبعا بعد ما الأنشطة بتخلص بيظبط حالك كده. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا.